منين خرج داك الصوت الغريب ما بين الغصان وتفتح الباب الجديد، دخلت مريم وهي شاعلة بالحماس، وتبعها أحمد وهو شاد يدها بقوة. منين دازوا البوابة ما حسوش برجلهم كتخطى الأرض، حسوا بحال إلا طاروا في الريح، وبحال إلا الزمن تقلب في رمشة عين. وفجأة هبطت ريح خفيفة وصوت ديال الناورة كدور، والريحة ديال الجلد والورد والزعفران. فتحوا عينيهم لقاو راسهم واقفين وسط غرفة في فندق في المدينة القديمة ديال فاس، في ليلة ساكتة والقمر كيضوي شوية فوق السطوح. مريم كانت كتشوف من نافذة الفندق الصغير وسط مدينة فاس القديمة، الحيطان كتحكي والزناقي كيتنفسوا التاريخ. أحمد كان ناعس ولكن هي ما قدرش تنعس. سمعت نقرة خفيفة بحال شي ريح كتدق على الزاج ديال المراية القديمة اللي في الغرفة. قربات ولقات نقش صغير كيبان غير في الضوء ديال القمر. اللي بغى يعرف خصو يسمع، واللي سمع خصو ما يقولش. عيطات لأحمد وفهموا بسرعة أن فاس ماشي غير مدينة، هذه بداية لغز كبير. نهار الغد مشاو في الزناقي ديال فاس والناس كيتجولوا، والروائح ديال الجلد والبهارات دايرة في كل بلاصة. واحد العجوز قالت ليهم كتقلبوا على الحقيقة، سير 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 الزنقة اللي كتبدا وما كتساليش، سير. تبعوا الإشارة ودخلوا لزنقة ضيقة، كل خطوة اللون كيتبدل والصوت كيتغير، حتى لقاو باب صغير فوقه مكتوب ذكرى من زمن المرينيين. فتح أحمد الباب ولقاو رسمة قديمة ديال عالم فلك، وبجنبها حجر فيه ساعة ما كتحركش. مريم لمسات الحجر والساعة ضوات، ولكن ما كانش كتخدم بالوقت، كانت كتخدم بنبض القلب. كل ما قربوا من الحقيقة الضوء كيزيد، دهل مضل بحال ديال الحكواتي. قال بصوت هادئ فاس خبات السر ديال العلم، ديال الفلك، ديال الحكمة، ولكن هاد السر خاصو اللي قلبه نقي ونيته صافية. خلاهم مع ورقة مكتوب فيها الطريق الثاني، فيه الصوت اللي ما كيتسمعش في المدينة اللي ديما كترقص. من بعد ما داروا في الأزقة وتعلموا من العطار والقصة اللي كانت مخبية في الكتاب القديم، وقف أحمد ومريم قدام واحد الباب مقوس فيه نقش بحروف ما مفهومة. أحمد قال شنو كاين ورا داك الباب؟ مريم جاوبت وعينيها كتلمع بالحذر، ماشي كل باب خصو يتحل، ولكن هاد الباب كيستنى غير اللي عنده سؤال بالصح. فجأة بان ظل الحكواتي من بعيد وسط الضباب، وقال بصوت خفيف فاس علمتكم تسمعوا، مراكش غادي تعلمكم تشوفوا، ولكن ردوا البال ماشي كل ضوء كيضوي الطريق. وبلا ما يكمل الجملة اختفى من جديد. الباب تفتح بوحده وخرج منه ريح دافئة فيها ريحة العود والبهارات. ومرة أخرى خطاو عتبة الحكاية ومشى بهم الطريق حتى لمراكش، فيه الألوان كتشد والظلال كتخفي أسرار ماشي بحال الآخرين. تصبحوا على خير.